يا مساء الهنا ومساء السعادة، مساءكم فل، مساءكم قشطة. هتعملي ايه النهارده يا بنتي يا سوسو؟ هعمل لكم كنافة بالقشطة. كنافة بالقشطة وهي فعلا قشطة بجد، خطيرة خطيرة خطيرة. هقولك كمان على اسرار المحلات. تابعي معايا الفيديو، عايزة بس لايك كده وكومنت حلو زيك، ولو انتي مش مشتركة عندي طبعا تنوريني وتابعي معايا الفيديو. سمعي صوت القرمشة يا ولاد، سمعي صوت الخرفشة، ده صوت الكنافة وهي كده محمصة بجد، تحفة تحفة تحفة. انا عملت هنا صينية كبيرة نص كيلو كنافة يا بنات، اللي استعملته وكمان ما استعملتوش كله، يعني نص كيلو فاض منه. هو انا كان عندي نص كيلو كنافة في الفريزر طلعته. واول حاجه هعملها الكريمه او القشطه يا بنات. هحط معلقتين كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين من النشا ومعلقه من الكريم شانتيه، بس مش هحط اكتر من كده. لو عايزه تحطي قشطه بتحطي، بس مش دلوقتي، في الاخر بتحطي معلقتين من القشطه لو عندك قشطه بلدي او قشطه مصنعه يعني اللي تحبيه. والفانيليا طبعا هحطها في الاخر. يبقى انا كده حطيت كوبايتين اللبن، عليهم معلقتين من النشا ومعلقه من الكريم شانتيه، تمام. بس هرفع بقى كل ده على النار وفي الاخر هحط الفانيليا. تعالي بقى اقولك على المكون السحري اللي هيخلي معاكي الكنافه مقرمشه وزي المحلات بالظبط. البرطمان يا بنات الصغير اللي كان في ايدي ده زيت جوز هند. بصوا انا هنا هستعمل ايه، هستعمل نص كميه انا محتاجه كوبايه من السمنه، تمام. هحط نصها سمنه بلدي ونصها سمنه ايه، نباتي، لان السمنه البلدي اللي عندي انا محتاجاها يعني عشان اعمل بيها الغريبه وكده ومش عايزاها تخلص. فهاخد بس معلقتين من السمنه البلدي ومعلقتين من السمنه النباتي، واحط معلقه من زيت جوز الهند. عايزه اقول لكم زيت جوز الهند دوت مهم للكنافه، وطبعا معلومه محدش يعرفها كتير، انا عارفاها بقالي تقريبا 5 سنين كده. اول سنه اتجوزت فيها جيت اعمل كنافه، كلمت واحده واقفه في محل من اللي هما بيبيعوا مستلزمات الحلواني، وهي قالت لي لازم تحط زيت جوز الهند، وعطتني منه. ده زيت جوز هند يا بنات، بس غير اللي بتحطيه على شعرك وغير اللي بتحطيه على وشك، هو ملوش اي ريحه اصلا. عايزه طبعا تستعملي سمنه نباتي بس براحتك، استعملي سمنه بلدي بس براحتك، بس هنا انا عملت خليط وطبعا حطيت معلقه من زيت جوز الهند. ده السر بقى اللي بيخلي الكنافه بتاعتك اللي بتعمليها في البيت زي بتاعه الحلواني. هنا انا هستعمل كوبايه، محتاجه كوبايه. لما سيحت الخليط ده كله على بعضه طلع لي كوبايه وشويه. هما الشويه دول هحطهم في الصينيه، هحطهم في ارضيه الصينيه اللي انا هشتغل فيها. انا هنا كنت عامله الكنافه دي يا بنات في اكبر صينيه من اللي هما من الثلاث صواني، عارفين اللي هما الطقم اللي هما الثلاث صواني، دي كانت اكبر واحده. هحط بقى كميه السمنه اللي اتبقت كده في الصينيه من تحت، وهلفها كده لفه حلوه وادهنها بقى كويس. هنا بقى يا بنات انا كنت بوريكم السيرب او الشربات او العسل بتاع الكنافه. انا كنت عاملاه اصلا من بدايه رمضان. بعمله ازاي؟ بحط كل كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه وعليهم معلقه من العسل الجلوكوز. ممكن طبعا تستغني عنه وممكن تحطي عصره ليمون او ملح ليمون. انا ما كنتش يعني يوم ما كنت بعمله ما كانش عندي ليمون بصراحه، فحطيت ملح ليمون. يبقى كوبايتين السكر دول كانوا 4 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين ميه وعليهم معلقتين صغننين من عسل الجلوكوز وعليهم نص معلقه من ملح الليمون. والفانيليا بتتحط بقى في الاخر، وحطيت كمان في الاخر معلقه من السمنه، تمام. جبت بقى الكنافه بتاعتي كده وهفركها كده بايديا لان هي طبعا كانت متلجه. وحط عليها معلقتين من السكر، لو عندك سكر بودر ماشي، ما عندكش سكر بودر ممكن سكر يكون ناعم. انا هنا حطيت سكر ناعم. وهنزل بقى بكميه السمنه والزيت والخليط اللي انا عاملاه ده كله على بعضه، وهقلب بقى كله كويس كويس كويس، اغلف الكنافه يعني بالخليط ده. وادي الكريمه بتاعتي هنا انا كنت بوريها لكم، بوريكم هي قد ايه قشطه. قشطه كده قشطه. عايزه تحط لها معلقتين قشطه في الوقت ده بقى، في المرحله ديت ممكن تحط لها معلقتين من القشطه وتحط لها تقليبه كده. بس هقلب بقى الكنافه بتاعتي كويس جدا جدا، وهغلفها كده بالسمنه والسكر. وبعد كده بقى هجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها. زي ما قلت لكم انا هشتغل في الصينيه اللي هي اكبر صينيه في الطقم يا بنات، واللي هيفيدها عينه. يعني انا بشتغل حسب ما انا شايفه قدامي. يعني انا مش بحب الكنافه تكون تخينه، مش بحب الكنافه تكون تخينه كده لان مش بتتحمر. لما بتكون تخينه من جوه مش بتتحمر، بتبقى بيضه، تمام. فانا هعمل طبقه كده حلوه، يعني طبقه حلوه بحيث ان الصينيه تتغطى، وهعمل لها حيطه كده مرفوعه برضو. وهبدا ان انا اضغط بقى الكنافه، لا اما بصينيه تانية لا اما بكوبايه. هنا انا قلت اجرب كده بالهراسه اللي هي بتاعه البطاطس ديت، وبصراحه عجبتني يعني.
هبدا ان انا اهرسها كده. عايزاكم يا بنات لو وصلتوا معايا لهنا تصلوا على النبي وتدعوا لي في الكومنتات كتير كتير كتير، لان انا بجد تعبانه قوي والله وكاشفه وتعبانه، وظهري برقبتي يعني عندي تعب شديد قوي بيخليني مش بقدر ان انا اعمل حاجتي زي الاول. فعايزاكم تدعوا لي كده ربنا يشفيني ويعافيني يا رب، وعشان باذن الله الفتره الجايه نعمل مع بعض النواعم بقى، العيد بقى الغريبه والبسكوت والسابليه والحاجات الحلوه دي. هنزل بقى يا بنات بالكريمه بتاعتي، بس طبعا بعد لما اعمل لها كده الطرف كده بتاع الصينيه، عشان الكريمه ما تخرجش وتلزق وتتحرق والكلام ده كله. فانت بتطلعي كده الكنافه بايدك على الطرف بتاع الصينيه، وهنزل بقى بالكريمه بتاعتي او القشطه وهفردها بمعلقه. ممكن المعلقه تدهنيها سمنه يا بنات، لما تدهني المعلقه سمنه هتتفرد معاكي بكل سهوله، والكنافه مش هتلزق يعني معاكي ومش هتضايقك. يعني المعلقه دهنتها سمنه والكريمه كانت سخنه فاتفردت معايا بسهوله. بس بعد كده احط الطبقه التانية من الكنافه. وزي ما بقول لكم انا ما بحبش الطبقه الفوقانيه تكون تخينه ولا التحتانيه، يعني انا التحتانيه مجرد ان هي تغطي الصينيه بس، والفوقانيه برضو بمجرد ان هي تغطي الكريمه بس. تمام، مش بحب احط طبقات طبقات طبقات. وهبتدي ان انا اكبس عليها كده كبسه صغنونه، يعني الطبقه الفوقانيه بقى مش بتغطي عليها جامد، يعني ضغطه بسيطه كده، وتغطي اي كريمه باينه عشان لو سخنت وغلت هتخرج وتتحرق. انت تحت الكرسي يا ماما. انت تحت الكرسي يا بابا. ما بس مقاسك. كده خلاص يا بنات، بقى شويه الكنافه اللي اتبقوا دولت احطهم كده في كيس واعينهم في الفريزر زي ما هم. ممكن لما اطلعهم احمصهم هم بالسمنه بتاعتهم بكله، يعني انا اطلعهم احمصهم كده على طول. ممكن ان انا اعملهم كبات بقى بمانجا بستاشيو اي حاجه، يعني بنوتيلا كده يعني، فهينفعوا معايا. فالنص كيلو ما حطيتوش كله، هحطها بقى في الفرن، ههدي النار وهحطها يا بنات على نار هاديه في الشبكة، على الشبكة كده في النص. بتاخد لها مثلا حوالي نص ساعة كده ولا حاجة. وبعد ما بتطلع بقلبها. انا بحب ان انا اقلبها عشان الجنب اللي هو اللي تحت ده بيكون انعم من اللي فوق. طيب لو تلاقيها محتاجة شواية بتولع لها الشواية عادي، بس بتخلي بالك منها عشان ما تتحرقش. هتسقيها بقى العسل، وزي ما بقول لكم انا بقلبها عشان هنا انا كنت قلبتها. بحس ان هي الجنب اللي تحت بيكون انعم يعني. وكانت تحفه تحفه يا بنات ومقرمشه وفظيعه. ممكن تزينها بقى مكسرات، تزينها بجوز زي ما انت تحبي. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، واستنوني بقى بفيديوهات تانية جايه كتير. وزي ما قلت لكم يا بنات ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت وما تنسوش الاشتراك في القناه، وتدعوا لي دعوه حلوه. واشوفكم في فيديو جديد على خير. باي باي.